السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعيني ومتابعين قناة همة الأبان. النهاردة هنعمل ملوخية. جبتها وقطفتها وغسلتها وسبتها تنشف، وهقطع معاها ربطة كزبرة خضراء وقرنين من الفلفل. عايزة تحطي فيهم قرن سبايسي ماشي، عايزة تحطي فيهم الاتنين باردين، انا احط الاتنين باردين. تجيبي ربطة الكزبرة وتخرطيها عشان تخرطيها بالمخرطة مع الملوخية. كزبرة خضراء بتدي ريحة حلوة قوي للملوخية. انا مرضتش اخرطها في الكبة، قلت اعملها كده بالمخرطة. اخرطها وارجع لكم تاني. خرطت الملوخية، انا ما بحبش انعمها قوي كده، وجبت طماطم وقطعت الجوز بتاعها وشققتها كده. ادام في ملوخيه نخلل بقى جنبها طماطم، وقطعت جنب بتنجان ورشيت عليه ملح وفلفل، وقلت نقلي جنب الملوخيه. اول ما الشوربه غليت حطيت شويه شوربه في حله كده كانت عندي، احط عليها بربع معلقه من الثوم الني، وحطيت عليها قالب مرق دجاج، وهنزل عليها بالملوخيه وتقلبيها كويس. كده بعد ما البتنجان اتقلى تصفيه كويس وتطلعيه من الطاسه. اول ما الملوخيه تبتدي تفور تحاولي تشيلي الرين اللي على الوش ده بالراحه، تشيليه كله. وتقلبي الملوخيه كويس. بصي كده جابت القوام معاكي المظبوطه. لو بتحبيها خفيفه خففيها بشويه شوربه، وبكده تغطي عليها وما تخليهاش تغلي كتير عشان ما تقطعش معاكي. وجبت حته من الدهن، عندك حته دهن، حته حلويات، سمنه بلدي، انا بحب اعمل الملوخيه بالدهن. وبعد الدهن ما تسيح تنزلي عليها بمعلقه كبيره من الثوم، اول ما التومه تبتدي تصفر كده تنزلي بمعلقه كبيره من الكزبره الناشفه وتشوحيها كويس لمده دقيقه واحده بس عشان ما تنحرقش وتمرر معاكي. بعد كده ترشيها بقى على الملوخيه. وكده عملنا الملوخيه، كده عملنا احلى طبق ملوخيه. وقلت جنبها بتنجان وتبلته بالبقدونس ومعلقه توم وفلفل اخضر وليمون وملح ومعلقه خل. وتعملي بقى ايه التتبيله الحلوه دي، تبلت طماطم قلل. واحلى غدا ممكن تعمليه مع عيش صبح بقى، يا سلام. لو الفيديو بتاع النهارده عجبكم كومنت حلو منكم كده، ودعموني بلايك وشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.